السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة اورينت يور سيلف، وأنا حسين السيد أحييكم. أسود قصر النيل. من منا لم يمر بيوم بكوبري قصر النيل بالقرب من ميدان التحرير ولم يتوقف أمام تماثيل أسود قصر النيل المهيبة المصنوعة من البرونز، والتي تقف على مداخل الكوبري في شموخ؟ ومن منا لم يسأل نفسه عن تاريخ هذه التماثيل العظيمة وسبب تواجدها في هذا المكان وسبب نحتها؟ ترجع قصة أسود قصر النيل البرونزية إلى عصر الخديوي إسماعيل، والذي كان مفتونا بالتماثيل التي تملأ الميادين العامة في باريس ولندن، فقرر نقل الفكرة إلى القاهرة وبدأ بالتماثيل التي تروي حكايات البطولة لأسرته. فكلف النحات الفرنسي الشهير هنري ألفريد جاكوارد وتشارلز هنري جوزيف، اللذين كانت تماثيلهم عن العرب والأفارقة تحظى بقبولا كبيرا في فرنسا. كلفهم بصناعة تمثالين، الأول لمحمد علي باشا وآخر لإبراهيم باشا، وأربع تماثيل لأسود برونزية بحسب ما أكدته الباحثة والمدونة إليزلي للباجي في كتابها قصص شوارع القاهرة. ولا يعرف الكثيرون أن تماثيل أسود قصر النيل صنعت في الأصل لكي توضع على بوابتي حديقة الحيوان بالجيزة، ولكن حين انتهى العمل منهم ووصل التماثيل الأربعة إلى القاهرة من فرنسا، كان الخديوي إسماعيل قد خلع وتولى ابنه الخديوي توفيق الحكم، وكانت تجرى في ذلك الوقت عملية تجميل لكوبري الخديوي إسماعيل كما كان يسمى الكوبري وقتها. ورأى الخديوي توفيق أن الكوبري يحتاج لمظهر يليق بهيبة واسم والده، فتم وضع أسدين على كل مدخل، واستبدل عن التماثيل في افتتاح حديقة الحيوان عام 1891 بلوحات مجسمة على المداخل لمختلف حيوانات الغابة. ولكن الغريب في الموضوع أن الأسود الأربعة بدون شنب، ولا أحد يعلم ما الحقيقة وراء نحت التماثيل بدون شنب. هل نسي النحات الفرنسي نحتها؟ شكرا لحضراتكم، ونتمنى أن ننال إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب حتى يصلك المزيد. Thank you for watching.